دي حقيقة، فال احنا هوينا كلها طيبة بس النية لوحدها لا تكفي. ما يعني هي دي هو الفكرة كطفل فعلا. لا، انت مهما تقولي ما انا محتاجة اجرب. سبحان الله، ده حتى الطفل الاصغر سنا، انت لو كوباية شاي وهو لا مم. مصمم يمسكها، والله ما هيسكت غير مم. لما يلمسها ويتلسع، بعد ما يتلسع بعد كده هتقولي له اوف هيخاف. هيعرف. لكن ده قبل حقيقي ما فعلا. يتلسع قولي له زي ما تقولي له. مم. فهو سبحان الله لازم هيجرب، ما ينفعش نمنعهم من الغلط، يعني احنا عاوزين كده بس مم. دي مش سنة الكون، يعني ده احنا نفسنا حتى بنغلط وما زلنا لحد النهارده، مم. بالرغم ان ده احنا خلاص حقيقي. وصلنا لسن اكبر وبقينا امهات بس ما زلنا بنغلط. ما هي بقى دي توصلنا لنقطة برضو إنه ثقافتي، أنا ثقافتي إيه؟ هل أنا مم. ثقافتي مستمدة من تربيتي ومن المجتمع واللي اتعودنا مم. عليه وتربينا عليه، إنه فعلا أنا عاوز ابني على المسطرة، عاوزه مثالي، مش عاوزه يغلط، عاوزه قاعد كده مم. محترم وبيسمع الكلام، ولا رجعنا مم. للصح والغلط وكلام الكتب والدكاترة اللي هو أثبت صحته؟ لو أنا رجعت مم. بقى، لو أنا قدرت إن أتحكم على نفسي أصلا وأتغلب على نفسي وعلى عاداتي وعلى تقاليدي وعلى الحاجات الغلط اللي انا اتربيت عليها، وقتها هقدر ادي لاولادي فرصه ان هم يغلطوا وان هم يتعلموا وان هم يلعبوا وان هم يتنططوا. زي ما انت قلتي كلمه حلوه قوي، ان انا اقبل بشريتهم. ده مش بس مم. بشريتهم، ده انا اقبل طفولتهم. يعني مم. البشر بيغلطوا سبحان الله، مم. وربنا بيقبل التوبه، شوفي لو كام مره، وبيدينا فرصه ان مم. احنا نغلط. بالعكس هو كان عنده ملائكه يعني لا يخطئوا يعني، ده ويعبدوه حقيقي. ليل ونهار. فما بالك بقى دول مش مم. بشر، دول أطفال، يعني بشر أطفال صغننين لسه، مم. وإحنا مش قادرين نتقبل ده. فيوم ما مم. أنا أقعد مع نفسي والحاجة دي تبقى فعلا جوايا، وأتغلب على نفسي، وأتغلب على نقطة صورتي إيه قدام الناس، أو حتى صورتي إيه قدام نفسي، وأنا شايفة نفسي إن أنا إيه مم. ده، أنا فاشلة. يا نهار أبيض، مم. يعني النقطة دي أنا نفسي كنت بقع فيها أوقات، إنه يا هيقولوا إيه عليا. مم. وخصوصا لما حد يعرف إن أنت متخصصة بقى، يا نهار أبيض، هو ده ابن المتخصصة بيعمل كده. لما توصلي بقى لنقطة إنه إيه يعني ما يعمل كده، يعني إيه يعني مش هو مم. طفل، ما طبيعي إنه هيتنطط وهيلعب وهيغلط، وطبيعي بقى إن أنا مم. هاحاول أشوف هاعالج ده إزاي وهاعلمه إزاي وهاربيه إزاي. مم. لكن إن أنا عشان نفسي، فعلا. عشان صورتي قدام نفسي، أو عشان صورتي قدام الناس، أو عشان المجتمع والعادات اللي اتربيت عليها، فأحكم عليه إن هو ما يغلطش وأحجمه بكل حاجة، لأ، مش هتبقى نتيجة حلوة. صح يبقى فعلا. أول نقطة كده اتفقنا عليها بتأثر على طريقتنا في التربية، مش إن هم عصبونا لأ، ومش إن هم غلطوا لأ، ثقافتي إيه، ثقافتي وأفكاري وطريقتي أنا مستمداها منين؟ من نفسي ومن اللي اتعودت عليه ومن المجتمع، ولا من الصح والعلم والكتب؟ ده اللي بيفرق، بيخليني رد فعلي مختلف. طيب تاني حاجة بقى، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها والمواقف اللي أثرت فينا من فترة التربية. لو احنا قعدنا كده، يعني ممكن تبقى وقت صعب ده دلوقتي، بس عاوزين نعيشه بجد، وكل واحدة فينا كده افتكرت أيام زمان، إمتى كان أكتر وقت صعب بيمر عليكي، وكان بيجي عليكي وقتها مشاعر سلبية أو متضايقة أو بتعيطي كمان من موقف أو من طريقة معينة أهلك بيعملوها. المقارنة مثلا، أو مم. تفضيل حد من الإخوات على التاني، أو كده، سواء المقارنة ما بين الإخوات وبعضها، أو المقارنة ما بين حد ما بينك أنت مثلا وزميلتك مثلا، اللي هو دي شايفة طب كارثة. مثلا جبت كام وزميلتك جابت كام، الجو ده يعني. مم. اللي هو بس يمكن دي طيب أكتر حاجات الواحد كان بيتضايق منها. كان بيحصل لك ايه وقتها وكنت بتحسي بايه؟ كنت بحس ان هو يعني مثلا دي اكتر حاجه ضايقتني، اللي هو كنت مره في الكليه، فواحده زميلتي ما شاء الله جايبه امتياز وانا جايبه جيد جدا، ما فانا شاء الله، بتصل طب حلو يعني جدا، ده جميل. بس فانا بتصل اقول لها ان النتيجه هي ما كانش عندها نت، فانا بتصل ابارك لها وبقول لها الف مبروك وجبتي امتياز وكده ومبروك يا عم والجو ده بقى. فقفلت، فاللي هو ايه، لقيت ماما اللي هو بابا كان موجود، بس فاللي هو كان عارف ان انا جايبه جيد جدا وخلاص، مش. فماما بتقول لي انت عماله تبارك لزميلتك وكده، وبابا زعل وكده. قلت لها زعل ليه؟ قالت لي طب ما انت ما جبتيش امتياز زيها، ما هي زيك زيها يعني. قلت لها عادي يا ماما، ده نصيب يعني وكده بقى، ايه المشكله يعني؟ انا يعني عادي الواحد يبقى فرحان لغيره عادي بقى، ومش لازم ان انا اجيب زيها بالظبط، عادي كل واحد بيجتهد بطريقته وربنا بيوفق يعني.
بس فاللي هو حسيت يعني الواحد مثلا ما يجي يفرح لحد، طب المفروض بقى ان انا اقعد جايبه ازيد مني، وازاي ومش ازاي، لا طب ايه الفكره يعني. بس فدي بتبقى حاجه ضايقه، او مثلا حد مثلا اللي هو ايه، ده زميلتك بتذاكر وانت ما بتذاكريش، ده فلانه ما اعرفش جابت كام كده الجو ده. وده كنت بشوفه مع زمايلي بصراحه، مع يعني او واحده مثلا زميلتي مثلا اللي هو ايه، بتحل في الامتحان مثلا، وهي ماشيه عماله خايفه ان هي تروح لمامتها عشان مامتها هتراجع معاها، فلو عرفت انها غلطت هتضربها. فبصراحه الموقف ده يعني احنا ما كناش بيعملوا معانا كده بصراحه. فهي حسيت ان لا، ان للدرجه دي في خوف بنت من مامتها ان هي تراجع معاها في الامتحان وتضربها على الغلط، لدرجه ان انت خايفه تروح عماله تعيط تقول ماما هتزعق لي عشان هي مراجعه معايا ومأكده لي المعلومه دي وانا نسيتها او اتلخبطت فيها في الامتحان. بس حاجة بتبقى صعبة قوي وبشعة، وخصوصا موضوع امم المقارنة ده. بس انت كمان عشان انت ما شاء الله شخصيتك حلوة وجميلة، انت تقبلتي ده وعديتيه وحتى فرحتي لصاحبتك. تخيلي بقى لو حد امم تاني او حد من الجيل ده، موضوع المقارنة ده ممكن يوديه لفين اصلا؟ ده ممكن اولا هيهز ثقته بنفسه. يعني لو حد تاني ممكن يقول لنفسه وانا فعلا وحشة، انا فعلا، ويقعد يلوم نفسه، طب انا فعلا ليه ما جبتش امتياز زيها؟ طب ما انا كان المفروض يعني ابقى احسن من كده، طب هي ليه احسن مني؟ فممكن كان تودي للوم زايد وجلد للذات وانتقاد للذات وكراهية بقى للشخص وكراهيه ده للتاني. يعني لو حد فعلا وحش ممكن يبدأ ان هو يكره التاني ويغير منه ويغل عليه ويتمنى له كمان الشر. مم. عشان كده احنا مثلا ندخل المدارس، يعني انا بدخل المدرسه انا بتخض، العيال ماشيه بلا سبب، يعني في البريك وهما ماشيين عمالين يضربوا في بعض. يعني انت تخيلي واحد معدي ما يعرفش التاني لطشه كف وماشي، ضربه برجله مم. وماشي. حد مثلا اول مره يشوفه عمال يتريق عليه، عمال ينكشه من تحت لتحت. انا لما بشوف الولاد دول بستغرب، يا جماعه طب ليه كميه الطاقه العدوانيه والسلبيه اللي تجاه بعض دي؟ ليه طول الوقت بقى المجتمع عاوز يضرب ويهين ويضايق؟ ما احنا برضو علينا جزء. يعني انا مستنيه ايه من ابني وانا طول الوقت بقارنه بغيره؟ وانه فلان جاب وانه فلانه عملت وانه ما احنا ده احنا بناكلك احسن اكل، ده احنا بنشربك احسن شرب، ده احنا زميلك ده ما بيتعملوش زي اللي بيتعمل لك، اشمعنى هو؟ فدي كارثه يعني. طيب ايه تاني؟ مين تاني يقول لنا حاجه مرت عليه خلال فتره التربيه وكانت صعبه برضو عليه كده؟ بصي، بخلاف المذاكرة طبعا، وذاكر وبتعمل ايه وزميلتك ولا زميلك بيذاكر وانت نايمة وحاجات كده، ولو انا كنت مذاكرة والله والحمد لله فوقت عليه كمان. عادي يعني، كلنا عدينا على المرحلة دي. لما مثلا حاجة تتكسر، يعني مثلا كوباية اتكسرت، حاجة اتكسرت، خافي تتعاقبي، وفعلا بنزعق بيزعقوا، طب انت ليه مش قلتي خدي بالك مش عارف ايه، خدي بالك التسليكة سرحتي مش عارف. طبعا بغض النظر دلوقتي لا، الموضوع دلوقتي ممكن بنحاول يكون نكسر حاجة حاجة. عادي برضه. بالظبط، ده انا اكتشفت مؤخرا بقى ان احنا ممكن عادي البار بنوقع على حاجه عادي خالص. مش المفروض يعني يحصل كل من القلق ده كله عشان كسرت كوبايه ولا عشان طبق، يعني عادي، كل واحد معرض. فطبعا دلوقتي لو حصل حاجه زي كده برضو الولاد بقول لهم خدوا بالكم والكلام ده، بس لا قدر الله حصل اي تلفيات، الحمد لله انتوا كويسين تمام خلاص يلا ننضف انتهت. لكن مش اللي كنت مش اللي بيتعمل فيا زمان ابدا يعني. برضه حته الخروج، انا برضه كبرت شويه محتاجه اخرج لوحدي، اخرج مع صحابي. لا، ما كانش بيحصل الكلام دوت، لازم اخ كبير او اخ ولد حتى لو اصغر مني. يعني اخويا اصغر مني بس ولد ينزل معايا يمشي معايا. طب انا طبعا بتضايق وبتعفرت وحاجات كده، طب انا كبيره، انا لا ما ينفعش تخرج من غير اخوكي هو اصغر مني، بس عشان ولد لازم يبقى معايا. دي حاجه. الحاجه برضه اللي بعد كده كنا احنا من النوع اللي احنا من صغيرين شايلين مسؤوليه، فلازم ننظف، اصحى الصبح انظف وارتب وحاجات كده. فالوقتي لا، عشان تسافري لازم توضبي توضيب مش عايزه اقول لك يعني يعني وانا غلبت العيد. وكنا صغيرين على فكره، يعني انا فاكره الكلام ده كنا في ابتدائي تقريبا او في اعدادي. فالواحد لا شال كتير لان والدتي كانت بتشتغل، فلا كنا شايلين شيله محترمه يعني. بس اكتر حاجه انت قلتيها حسيتك يعني اتضايقتي منها قوي، ان هم ما قبلوش الغلط اللي هو بتاع انه حاجه وقعت مني، حاجه اتكسرت، بالرغم ان هم ممكن يغلطوا نفس الغلط دي. واحنا بقى بنعمل دي في حاجات كتير، مش بس في موضوع ان عيالي يوقعوا حاجه، لا، ان انا ممكن ابقى انا بغلط غلطه وما اقبلش ان ولادي يغلطوها.
ودي كارثة. إن أنا مثلا أزعق لابني وأقول له ما تزعقش، أو أضربه وأقول له ما تضربش أخوك، أو أقارنه بحد وأقول له خليك واثق في نفسك ومالكش دعوة بحد، أو أتضايق لما هو يقارني بحد ويقول لي اشمعنى فلان عمل كذا مع إن أنا بدأت بقارنه. كان حاجة بتضايقني لما كان اتخانق انا واختي او انا واخويا وبابا كان يضربني، بيحسسني ان انا غلط وهما صح. كنت بفضل اعيط جامد جدا جدا. بس عايزة اقولك انا بعمل كده دلوقتي مع عيالي، يعني ممكن اضرب حد عشان ضرب حد او عشان اتخانق مع حد. النهارده ابص الاقي مثلا بنتي الكبيرة او الصغيرة او اي حد فيهم اللي انا ضربته وما جيتش عليه، انا شايف ان ده غلط ودي صح، ابص الاقي برضه اعيط جامد جدا. بس انا مش عارفة اعالج نفسي بصراحة يعني. طيب يعني أنت كده يعتبر جربتي الحاجة دي، وقد إيه كنت بتتألمي وقتها؟ كان ممكن يديكي مشاعر إنه بابا وماما كده مش بيحبوني أو بيحبوا إخواتي أكتر مني، او يديكي مشاعر ان انت قليله بالنسبه للباقيين، او كمان ممكن حد يديله مشاعر انه انا ابدا اكره اخواتي او اغير منهم. فانت لما دي تحطي حقيقة الحاجات دي قدام عينيكي قبل ما تعملي ده في ولادك اكيد هتخافي. يعني انت لما تتخيلي ان انا لو اتدخلت، لو انا ما اتدخلتش هم اخوات او اتدخلت بصوره لائقه، يعني مش قصدي بقى ان انا هبقى قاعده برضه كل صوتكم يموتوا بعض، لا، بس ان انا ما اتدخلتش في صف حد وضربت حد عشان خاطر حد في الوقت ده عشان اللي يكون في هيتضرب حد ده. غلطان قوي، حتى بيكون لو في حد غلطان قوي غلطان هو من قوي وجهة نظره مش غلطان، فانا دوري ان انا اعلمه، اشوف ايه المهارات اللي ناقصاه. ودي برضو احنا هناخدها ان شاء الله في محاضرة من بقية المحاضرات، انه انا اصلا ازاي هعدل السلوك بتاع ابني ده واغيره. لكن برضو ده ما يديليش الحق ان انا اضربه، لانه ده هيجيب لي مشاكل اكتر مش هيحل المشكلة. يعني هو هيضرب اخواته برضه. يعني هل انت لما بتضربيه مش بيضربهم؟ بيضربهم اكيد برضه. يبقى انا ما حلتش المشكلة، يبقى انا ضربت بس ما حلتش المشكلة، ما علمتش ابني، يبقى ما استفدتش حاجه. طب اتضريت؟ اتضريت كتير، ان هو ممكن هيجي له مشاعر قد ايه ماما بتحب اخواتي وانا لا، قد ايه انا مكروه، قد ايه انا مظلوم. ممكن كمان يبدا يغير من اخواته ويبدا كمان ان هو يكرههم بعد كده. انت لو حطيتي الكلام ده قدام عينيك وشفتيه في اللحظه كده بتاعت اول ما اتعصبتي وقايمه تضربيه، وقتها ممكن تقدري تمسكي نفسك وترجعي خطوه لورا لحد ما تفكري وتشوفي هتعملي ايه، وتوجه يعني لحد كلام من دلوقتي بعيد لبعيد. انت اصلا دورك ان انت مش كل حاجه تقوليها، انت تخليهم هم يشوفوا الموقف، ودورك تخليهم يشوفوا الموقف صح ويشوفوا وجهات نظر بعض ويحسوا ببعض وهم من نفسهم يحكموا كمان ويقولوا. يعني كمان. دورك ان انا اسالك طب اخوك حاسس بايه، طب انت عملت ايه، طب اخوك عامل ايه، طب انت لو موقف. دورك بس كده انك تسالي 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 وتعرفي انت بتسالي في ايه، مم. وتخليه هو يخرج كل حاجه ويحط نفسه مكان اخوه، وهو اللي يعترف انه فعلا انا ممكن اكون زودتها، او انا غلطت، او انا المفروض اعمل ايه. بالظبط. تمام. في اخطاء كتير كتير جدا، يعتبر الاغلب اصلا الا ما رحم ربي، ولكن هم على الاقل طبعا. وقتها كانوا معذورين. ليه؟ ولا كان في نت، ولا كان في دكاتره، ولا كان في كتب، ولا كانوا يعرفوا ان هم يوصلوا اللي احنا وصلنا له دلوقتي. فحتى حسابهم عند ربنا هيبقى مختلف، حتى حسابهم معانا احنا نفسنا عذرينهم، لكن احنا دلوقتي مش معذورين. بالعكس احنا مسؤولين وربنا هيسألنا. انت لو جبتي عصفورة في البيت ولا قطة تربيها، ربنا هيسألك انت عرفتي تربيها ازاي ولا لا. ولما حصل لها مشكلة سألتي دكتور متخصص ولا لا. ما بالك ده ابنك او بنتك. ودلوقتي الموضوع ما بقاش صعب بصراحة. يعني انت هتفتحي هتلاقي 100,000 دكتور ودكتورة بيتكلموا، وهتلاقي 100,000 كتاب على النت مجانا. فما بقالناش عذر. إذا كانوا هم معذورين، لا إحنا مش معذورين. فربنا يسامحهم على الأخطاء اللي عملوها. وده بقى يعني للأسف إحنا اللي متحملين ذنبه، لأن إحنا دلوقتي علينا دورين. دور إن أنا أعالج نفسي من الحاجات اللي حصلت قبل كده والحاجات اللي تعباني ومأثرة عليها دلوقتي، وإني أربي نفسي من أول وجديد وأعيد تأهيل نفسي وأعود نفسي على عادات جديدة عشان اللي فات أقدر أصلحه. ودوري كمان إن أنا أستعد للي جاي، وإني أتعامل مع أولادي صح، وإني أعلم نفسي برضو وأربي نفسي عشان ولادي. فهو الحمل علينا تقيل، لا تقيل. مجهود، لا مجهود، مع كمان اختلاف الزمن والتكنولوجيا والترندات والمشاكل اللي ده الأم وولادها في المدرسة هي مش مطمنة، لأنه هم مش هيتعلموا حاجة، بل بالعكس ده هيروحوا يتعلموا حاجات سيئة من زمايلهم. ففعلا الوضع بقى مختلف عن زمان، والوضع صعب جدا 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 جدا، والأمهات بتتعب فعلا، هي بتتعب.
ولكن احنا ده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا طالما كده كده هنتعب، نتعب بطريقه تجيب نتيجه كويسه، على الاقل نلاقي نتيجه تعبنا ده قدام، ما بقاش انا بتعب على الفاضي. انت لما تتعبي وتيجي السنه الجايه تلاقي ولادك احسن من السنه اللي قبلها تبقي مرتاحه، لكن لما تتعبي وكل سنه ولادك اسوأ من السنه اللي قبلها، لا، في الوقت ده انت اكيد هتبقي متضايقه وهتبقي حاسه ان انت تعبانه على الفاضي وهتتعبي اكتر. او انا فعلا مريت بده ولسه لحد دلوقتي بنمر بيه. يعني مامتي مثلا ربنا يبارك فيها، اما تقول لها مثلا ايه اتصلي باخوك قولي له كذا، فاحنا نتصل، فبعد ما نقفل نقول لها قال لي كذا، انت مش عارفه تقولي له كذا، طب ما جاش في بالك تقولي له كذا، ما فيش خالص بس كده يعني. ايوه لا يا جماعه لكم ايه طيب ارضيكوا فبقيت اللي ازاي هو ايه اتصلي باخوك وقولي له انا هتصل يا ماما كلميه انت بس. يا جماعه نخلص والله الموضوع ده من اوله، ده حقيقه. فبقينا كلنا كده اللي هو بقينا ايه نخاف يعني، نحضر كذا، افرضي يا ماما قال لنا كذا نرد نقول له ايه، طب لو قال لنا كذا نقول ايه كده يعني. ايوه بقى في كمان انت خايفه انه اي حاجه انا هعملها هتطلع غلط. انا فعلا في حاجه دايما المفروض اعملها ما عملتهاش. بس كده دايما في افضل انا ما اعرفوش يعني كده. بالظبط. وده احساس على فكره بيبقى صعب قوي لو اتملك من الانسان، لانه هتفضلي مهما تعملي انت حاسه ان انت مقصره، ومهما بتعملي انت حاسه انه انا عليا جزء من الغلط، ومهما تعملي حاسه انه لا، مش ده المطلوب. ده حقيقي. بس اهم حاجه بقى، هل احنا الحاجات اللي احنا حسينا بيها واتوجعنا منها دي بنعملها في ولادنا ولا لا؟ لو احنا ما خدناش بالنا من الاخطاء اللي احنا بنعملها مش هنغيرها، فممكن احنا في الاغلب بالتلقائيه هتلاقينا بنكرر نفس الحاجات. يعني انا نفسي برضو كنت اوقات اقعد الوم في ابني كده لحد ما لقطتها كده، ايه ده، هو انا بعمل نفس الحاجه اللي اتعملت فيا وضايقتني ووجعتني فعلا، وكانت اكيد اثرت عليا في حاجات كتير صعبه. فبقيت لا، اللي هو بقى ايه، لا يعني لازم تدوري على بديل. و... وكمان انت ممكن من اول مره هي مش هتيجي. يعني هقول لكم مره مثلا، اللي هو انا دايما مش كنت عملت كذا، طب ما كنت عملت كذا. ففي مره مش عارفه اضيع حاجه من حاجاته، وانا عماله اقول له شوفها كده تحت الكرسي، هو مش راضي مش راضي. فبعد شويه كده هو قام بص وخلاص. فانا لسه هقول له ايه، مش قلت لك تشوفها، انت ما بتسمعش الكلام ليه؟ مش لو كنت شفتها على طول كان زمانك لقيتها من وقتها. فبجد الافكار دي كلها جت في دماغي ولسه بقول مش. فانا افتكرت انه ايه، احنا قايلين لهم لا، قلت لنفسي كده احنا قايلين لهم لا، قلت له بص مش انت هو تشوف اول ما لقيتها هو، برافو عليك. عارفين انتوا اللخبطه دي؟ بس بتحسي ان انت ارتحتي، ان انت ايه، لا، وقفت لنفسك وبدات تلقطي غلطك وبدات ان انت تاخدي خطوه عشان تغيريه. فممكن برضو دقيقة كده بالورقة والقلم نسأل نفسنا ايه الغلط او الحاجة اللي انا بكررها مع اولادي بالرغم ان هي وجعتني. اكتبوا الجملة دي عشان ما ننساهاش، ولو حد عاوز يكتب حاجة تحتها يكتبها. بصدق يا جماعة مع نفسك. لو احنا سألنا السؤال ده لنفسنا بسطحية هنقول لا انا زي الفل، لكن لما تقعدي مع نفسك كده بالراحة وبهدوء وتبقي صريحة مع نفسك وتسألي هل فعلا في حاجات كانت بتوجعني او بتضايقني وقت وانا انا صغيرة وانا دلوقتي بكررها مع اولادي، لازم تفتشي كده وتراجعي نفسك وتراجعي المواقف بتاعتكم علشان تبدأي تلقطي اذا كان فعلا في حاجة انا بكررها وانا مش واخدة بالي ولا لا. هم متعبين، هم أطفال على فكرة، إحنا كبار وإحنا اللي هنتسأل قدام ربنا مش هم. نقول مثلا إنه الصح كذا والغلط كذا والأمهات تيجي تجادل، ده مش بيبقى يعني كلام إحنا بنقوله وخلاص، لا، هو كلام بناء على كلام دكاترة وبناء على علماء عملوا بالظبط. دراسات على الملايين وكلام كتب، ومش بس بقى كمان دراسات، لا، ده في التجارب بقى وفي الشغل بتاعنا إحنا شفنا حالة واثنين وثلاثة وعشرة ومية بنفس الطريقة، وشفنا إنه بالظبط. إن الأهالي مشيت بمزاجها وقدرت تسيطر على اولادها وقت من الزمن، ولما اولادها كبروا خلاص ما قدرتش. يبقى انت كده عملت ايه؟ انت ما عملتيش حاجه. يعني انا استفدت ايه ان انا بس سيطرت عليه شويه، لكن اول ما شد حيله خلاص يبقى انا كده ما ربيتش اصلا وما عملتش حاجه وما استفدتش حاجه. فده اللي احنا بنحاول نعمله، ان احنا نبني حاجه صح من الاول.